السلام عليكم. اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي قوي يا حبايب قلبي. اخباركم ايه؟ بقالي كتير ما عملتلكمش فيديوهات. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى انا هاخدكم معايا فلوج كده، رايحين فسحه حلوه. مش هقولها دلوقتي، خليكم معايا بقى. ايه اول ما نوصل ان شاء الله هصور لكم باذن الله. عبد الله وحشتوني. ايوه والله. احنا بقالنا كتير ما عملنالكمش فيديوهات. احنا رايحين فين يا عبد الله؟ رايحين السيرك الايطالي. ما كنتش عايزه اقول لهم لما يشوفوا اللقطات هناك. يلا بقى خليهم يشوفوا معانا. يلا باي. يلا يا جماعه شوفوا بقى مين معانا. وحشتونا. هادي عاملين ايه؟ وشوشو جوجة طبعا معانا على طول. وحشتونا. احنا قلنا لهم ان احنا رايحين يلا يا جماعه. رايحين فين؟ السيرك الايطالي. لسه ما عملناش. ايه ده؟ نزلي اللقطه دي ما تشيلهاش. ماما شنو طلع؟ انت كده صغيره. بس عايز حاجه قولي لي يا جماعه احنا وصلنا بقى السيرك الايطالي، واول ما ندخل جوه هنصور لكم لقطات حلوه. هتفرحوا قوي النهارده معانا فجأة المنظر منظر روعه. انا اول مره اجي هنا. كلنا موجودين. وجانا اهي وعبد الله وشهد. يلا يا جماعه، علي اهو ومحمد. احنا فين؟ السيرك الايطالي. يلا خدوا بقى معانا لقطات لما ندخل جوه ان شاء الله. ايه يا محمد وحشكم؟ قول لهم ازيكم، عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ بقالنا كتير ما صورنا لكمش. ام محمد اهي، واحمد اخويا اهو. يا عم احنا بينا من بعضنا شغل. سلمي عليك. لا انا ما كده ما بشتغلش. احنا لسه في انتظار ان احنا ندخل المسرح. لسه وقتنا ما مش باينه. احنا لازقين في بعض، ديلي في ديلها على طول. حصل. لسه مستنيين دورنا بقى ندخل السير. نشوف بقى جوه في ايه. عايزه اقول لكم ان في صف طويل عريض، واحنا اول ناس المفروض واقفين اخر ناس. بصوا ازاي لسه الدور ما جاش علينا. لا انت بتبيني طولي؟ ما تبينيش طولي. يلا بكره ان شاء الله ما تسترش على وليه. خلاص قربنا ندخل. قربنا صح؟ اعكسي بقى الكاميرا وهاتي الليد ده. الكلام اعكسي الكاميرا وبيني دافع بقى. وقتك انت دافع. انت هتخلص 11 وهنعمل اخيرا داخلين السير. خليكم معايا بقى اوريكم احنا هنبقى قاعدين فين. قدام تعالي هنا ملك الغابة. ملك خالص يا عم.
طبعا يا حبايب قلبي انا قفلت الصوت عشان الصوت كان مزعج جدا، كان صوت الاطفال والاغاني وطبعا الفقرة بتاعه الاسود هتبتدي، فكان الصوت عالي قوي وصوت مزعج جدا يعني. فحبيت ان انا اسجل لكم واعرفكم سبب غيابنا الشهرين دول، لاني كان وقتها وقت ما سجلنا الفيديو ده كان والد شهد كان تعبان وكان في المستشفى. طبعا بعد ما سجلنا الفيديو ده بيومين اتوفى الى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. فطبعا احنا كنا في حالة حزن وحداد في الفترة اللي فاتت دي كلها، والحمد لله الحياة بتستمر والله يرحمه، وارجو منكم الدعاء ليه، وان شاء الله نرجع زي الاول ونعمل فيديوهات، والحياة لازم تستمر اكيد. طبعا الفقرة دي كانت فقرة اسود، انا مش هطول فيها عشان خاطر كان ممنوع ان احنا يكون في تصوير يعني بالذات للفقرة ديت، فكان تصويري ليها يعني بسيط قوي، ما صورتش كل الفقرة كلها يعني. بصراحة كان اول مرة في حياتي ان انا اروح السيرك ده، وحتى شهد برضو بالنسبة لها اول مرة، اعتقد كلنا يعني. بس كان يوم لذيذ وكانت فقرات جميلة او ممتعة. انا النهاردة هنزل لكم مش كل الفقرات عشان الفيديو ما يطولش، هنزل لكم جزء، وجزء التاني ان شاء الله بكرة همنتجه وهنزله لكم باذن الله. اتمنى ان التصوير اللي انا صورته يعجبكم. هنا كانت لسه برضو بيستعدوا ان يدخلوا الاسود عشان تعمل الفقرة بتاعتها. يستخدمون مشروع الفكره العرضيه، دي الاطفال كلها على عمليه الفكره العرضيه. ممنوع تدخين التصوير اثناء العرضيه، ممنوع تدخين التصوير اثناء العرضيه.